السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل بقى القراقيش الساده بالشمر واليانسون بمكونات بسيطه جدا واقتصاديه وموجوده عندك في البيت. شايفين بقى القراقيش وجمالها؟ ايه رايكم بقى؟ يلا بقى بينا على الطريقه. انا وزنت نص كيلو دقيق، نخلتهم. كل ده هنعملوه في العجين، وضفت معلقتين كبار سكر ومعلقه كبيره شمر ويانسون مطحونين ومتحمصين، ونص معلقه صغيره ملح، ومعلقه كبيره خميره فوريه، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وكوبايه سمنه على زيت. الزيت بيدي قرمشه للقراقيش، والسمنه بتدي طعم حلو قوي للقراقيش. جربوها كده بالسمنه والزيت وقولوا لي ايه رايكم. كل المكونات دي كده، وشغلت بقى العجانه. بشغل العجانه لحد المكونات كلها تندمج مع بعضيها، السمنه والزيت والدقيق. وحبايبي اللي ما عندهمش عجانه ممكن نعجن العجينه دي على ايدينا في بوله كده، وبعجن العجينه. ضفت كوبايه حليب دافي، وبستمر في العجن كده لحد المكونات كلها تندمج مع بعض والدقيق يتشرب مع الحليب. شايفين بقى حبايبي كده بدأت ايه تلم اهي العجينه. الشمر واليانسون ريحته جميله جدا في القراقيش. مقادير كده مظبوطه لحد ما المكونات كلها اندمجت اهي، والعجينه بقت طريه معايا وسلسه. شايفين بقى العجينه طريه ازاي وجميله كده. بقى العجينه جاهزه حبايبي، بحطها في بوله، اغطيها بقى واسيبها ترتاح 10 دقايق في مكان دافي حتى يتضاعف حجمها. بعد ما ارتاحت العجينه 10 دقايق باخد جزء من العجينه، وابتدي بقى كده اشكل العجينه بالطريقه دي كده حبايبي. شايفين بقى العجينه معايا طريه ازاي، وبعملها لور كده، وابططها كده بايدي بسمك سنتي، وافرد بالنشابه الحجم اللي انت عايزاه طويله براحتك، عايزاه الحجم ده كده براحتك برضو، الحجم اللي انت عايزاه. وبفرد العجينه كده لحد ما تتشكل معايا، وبجيب بقى قطعه كده مشرشره، بساوي الجناب بقى من الجنبين كده ومن الاطراف عشان ما اجي اقطع على القراقيش تبقى كلها متساويه. بلم بقى جوانب العجينه كده الزياده بشكلها تاني. شايفين بقى كده العجينه متساويه اهي. هبتدي بقى ان انا اقطع صوابع الحجم اللي انت عايزاه. انا يعني الحجم كده حلو معقول. ابتدي بقى ان انا اقطع صوابع كده بالقطاعه، صابع متساويه كده. بقى شكلت القراقيش. شايفين بقى القراقيش الصبع ده كده معقول، صوابع القراقيش دي كده مظبوطه، والحجم ده والطول مظبوط. ايه رايكم بقى في القراقيش الجميله دي؟ برصها بقى في الصاج ما دون نقطه زيت صغيره. باخد قطعه تاني من العجينه، بعمل نفس الخطوات وببرمها كده. شايفين بقى العجينه معايا طريه ازاي وسهله التشكيل. وببططها بقى كده عشان تديني السمك اللي انا عايزاه، وبفرد بالنشابه كده من الجناب ومن الطول. بساوي بقى العجينه طول القراقيش اللي انا كنت عاملاها نفس الحجم. ببططها بقى كده وبساويها، وبجيب القطاعه طبعا موجوده في كل بيت. القطاعه دي جميله جدا ورخيصه، وممكن تقطعي بيها المخلل واي معجنات انت عايزاها. ممكن نقطع بيها صوابع كده متساويه، الحجم برضو اللي انت عايزاه واللي انت حباه. شايفين بقى حبايبي صوابع القراقيش متساويه ازاي؟ برصها برضو في الصاج كده. هكمل باقي العجينه بنفس الطريقه كده. انتهيت بقى من تقطيع القراقيش الجميله دي ورصيتها في الصاج. ايه رايكم بقى في الجمال؟ الصوابع كلها متساويه. هغطي القراقيش بفوطه لحد ما يتضاعف حجمها وتخمر، واكون مولعه الفرن على درجه حراره 180. احطها في الرف الوسطاني، وفوق ما احطهاش في ارضيه الفرن. تقعد نص ساعه، ساعه الا ربع حسب الفرن بتاعك لحد ما تطلع بالجمال ده. شايفين بقى القراقيش جميله ازاي واخده السوى المظبوط؟ شايفين جمال القراقيش؟ ريحتها بقى وطعمها جميل جدا بالشمر واليانسون. تنفع القراقيش دي بقى في الفطار والعشاء مع كوبايه شاي بالحليب. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه وبنفس المقادير، وانا متاكده ان هيعجبكم ان شاء الله. تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. ودي قناتي مطبخ سومه واسهل الاكلات. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. شايفين بقى جمال القراقيش؟ لو حضراتكم استفدتوا من الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. وده بقى الشكل النهائي للقراقيش اللي بالشمر واليانسون، جميله جدا وبألف هنا عليكم يا حبايبي.